السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى حاجة اقتصادية وبربع كيلو لحمة. ربع كيلو لحمة، انا كان عندي ربع كيلو لحمة في الفريزر، طلعته وعملت بيه احلى مسقعة شفتها في حياتكم. طعمها جميل، بصوا لونها جميل، حاجة كده في منتهى الروعة مع العيش البلدي بقى دوت، وحاجة كده هدوقها معاكم اهو. بصوا، واللحمة المفرومة جميلة جدا. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نخش على المقادير، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وفعلوا لي الجرس. يلا نخش على المقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل معاكم احلى مسقعه بربع كيلو لحمه مفرومه. هنعمل احلى مسقعه اقتصاديه وسريعه وسهله جدا، وهنعملها معاكم. معايا بصلتين وكيلو طماطم معصور، انا كان عندي في الفريزر طلعتها وعصرتها. معايا ربع كيلو لحمه. هبقى همشي معاكم خطوه خطوه واوريكم. انا عندي والدتي وهعمل بقى الاكل. معانا البصلايه اهي، حطيناها بشويه زيت، سمنه لا، ماشي؟ يعني مسقعه بتحب الزيت اهو. شويه زيت حلوين، وهنحمرها وهنشوح بقى اللحمه. ربع كيلو اللحمه زي ما قايله لكم، المسقعه هنعملها بربع كيلو لحمه. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. النهارده بقى نعمل احلى مسقعه هتاكلوا صوابعكم وراها، وفي الايام اللي احنا فيها ديت يا ربنا يعلم بينا يا رب. بصوا بقى يا جماعه، اهي بدات تحمر اهي زي ما انتم شايفين كده. احنا بس مش عاوزينها مصفره كده زي كده. وبعد كده ايه، لا مؤاخذه، هنحط ربع كيلو لحمه. ربع كيلو لحمه هنفككها ونسويها وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه اهو، حطينا بقى التوابل بتاعتنا، ملح وسبع بهارات والفلفل الاسود، وهنحط ايه، فصين توم تدي طعم ليها اهو. هنسويها عشان نحط الطماطم زي ما انتم شايفين كده. بقى استوت معانا، هنرمي عليها الثوم. رميت عليها الثوم اهو، هنشوحها كده يعني يا دوب ايه تدي ايه الريحه بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. هنقفل بقى كده اهو. ريحتها ما اقولكوش على ريحتها، جميله جدا. هنوطي بس النار عليها شويه، ريحتها تجنن بصراحه مع فصين الثوم اللي احنا رميناهم بالبصل. عفوا، جبنا بقى الطماطم بتاعتنا اهي وهنفضيها. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها عقبال ما ايه نحضر البطاطس والبتنجان. طاسه، هنحط الطاسه اهي على النار وهنحط البطاطس، وبعد كده في طاسه تاني هقلي فيها البتنجان. هحط البطاطس واوريكم البتنجان هيطلع ازاي. وبص بعد ما حطينا له الميه الملح، بصوا اسود اهو، ما بيسودش قوي برضك، بيصفي الميه كلها. والبطاطس هنحطها دلوقتي معاكم. بصوا بعد ما قلينا بقى البتنجان بتاعنا والبطاطس بتاعتنا والتسبيكه بتاعتنا، بصوا شكلها جميل وريحتها وطعمها جميل جدا. هنعمل بقى ازاي كده. هنرص البتنجان الاول، رق بطاطس ورق بتنجان، واحط الصلصه على الوش. جميله جدا صراحه، واكله سريعه وسهله وما بتكملش حاجه خالص اهو. هحط البتنجان وارجع لكم. حطينا كده البتنجان بتاعنا، هنحط بقى البطاطس بتاعتنا. عاوزه تحطيها في قلب التسبيكه على طول حطيها زي ما تحبي، انا صراحه بحبها في الفرن. ودي باللحمه المفرومه بقى كده بتبقى جميله جدا اهو. وهنحط بقى ايه الوحدتين الفاضلين من البتنجان على الوش التانيين عشان نحط بردك البطاطس كلها. بس ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كتير وتذكروا الله، لا اله الا الله، ونستغفر ربنا كتير على حالنا اللي احنا مش عارفين نمشيه دوت. والله ربنا يسترها ويلطف بينا يا رب وبعبيده يا رب. هنفضي بقى البطاطس كلها تاني كده اهي. بصوا، احلى صينيه بطاطس صراحه، احلى صينيه، معلش لا مؤاخذه، احلى صينيه مسقعه هتاكلوها في حياتكم. جميله جدا، والتسبيكه دي جميله جدا صراحه. بصوا بقى يا جماعه، هنفضي بقى ايه الصلصه بتاعتنا. بصوا جميله جدا. وبصوا اللحمه المفرومه، والله كمان مره اعملوها كده، الطريقه دي جميله جدا وريحتها تجنن، والله صراحه تجنن.
انا مش قادره اقاوم، انا عاوزه اكلها كده صراحه. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هفضيها وارجع لكم. بصوا بقى كده هنحطها على طول على الفرن ونفتح الشوايه عليها لغايه لما ايه وشها يحمر. بصوا حاجه كده في الخيال، وتدفي اي حد جعان. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا هوريها لكم بعد ما احطها في الفرن على الشوايه. بصوا يا جماعه بعد ما حطيتها بقى في الفرن وشمعت، وشها تشمع وريحتها والله تجنن. هنفضيها في قلب طبق التقديم واوريها لكم. جرفتها في طبق التقديم اهو يا جماعه. والعيش بقى البلدي، عاوزه بقى العيش البلدي هدوقها معاكم اهو يا جماعه. بقطع العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جميله، طعمها يجنن، حاجه كده في الخيال. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم بخير.